رساله لجماهير وفاء الصيف بقول لهم يعني ارجو ان انتم تتقبلوا اعتذاري وعدم تكملتي، لان زي ما انا قلت انا جيت على مشروع لكن الامكانيات غير متاحه لتحقيق المشروع، فان شاء الله كل الاماني والتوفيق لنادي وفاء الصيف. لا جديد، يعني البعض يعني بقرا في التواصل الاجتماعي البعض بمنتهى الاحترام بيساند وجهه نظري، البعض الاخر بيهاجم على اساس ان هو بيقول لك ان يعني نادي وفاء الصيف نادي كبير، طبعا وفاء الصيف نادي كبير وكله، لكن ارجو الناس تتفهم سبب اعتذاري، لان لابد ان يبقى في اسباب تؤدي للنجاح وتكمله المشروع اللي انا كنت مفيش اي امكانيات طبعا، وانا عاوز احافظ على العلاقه اللي بيني وبين نادي وفاء الصيف، عشان كده تقبلوا اعتذاري وعدم تكملتي للمشوار. لا، ما انا الكلام واضح، ما انا قلت لو كان في امكانيات ما كنتش هعتذر، يعني لو كان في امكانيات مش هعتذر، لكن الموضوع طول، كل مره بنقول يعني يمكن ده ثالث او رابع مره نتكلم على الاعتذار وعدم تكمله المشوار، فكل اسبوع بيخلص مباراه وبنتكلم على الاعتذار وعدم تكمله المشوار ولا جديد، فبالتالي مفيش جديد، ومفيش جديد يبقى انا بكمل وجهه نظري وما بكملش مشواري، وكل التوفيق للنادي وفاء الصيف.